بقول لك ايه يا نوره، كلمه يما ابرك من 10 عليها الطلاق. اخوكي لو بيموت لا هتروحي ولا هتشوفيه بعينيكي. مات الكلام. نوره نوره، ايوه عايز اقول لك حاجه يا حماده. عايز اقول لك حاجه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امي يا بنتي وانا طالع ماسكه المجشه بتكنس، شكلها تعبانه يا دوبها واقفه بالعافيه. فالله يسترك يا شيخه وحياه عيالك ما تنزلي تعملي مكانها. موضوع امك تاني يا حماده. هو الموضوع دوت يا حماده مش كنا قفلناه من زمان؟ تاني بتفتح موضوع امك يا حماده؟ يا ست قفلناه وانت قلت لي مش هخدمها، قلت لك مش في مشكله، هي لما بيكون فيها الصحه بتشتغل. بس هي انا بصيت لها كده قلت لها ازيك يا امه، قالت لي الله يخليك يا ابني، يعني واقفه دايخه يا دوبها واقفه بالعافيه. ست كبيره في السن حرام عليكي مش قادره تقف، رجلها مش شايلاها. فالله يسترك يا شيخه انزلي اعملي مكانها النهارده بس. يعني امك مش قادره تقف خالص؟ يا نوره مش قادر. طب ما ترن على اختك تيجي تخدم امك. هرن على اختي تيجي؟ انا هرن على اختي تيجي تخدم امي وانت في البيت يا نوره؟ مراتي ابنها في البيت. ما ينفعش يعني؟ مش هينفع يا نوره، انت عارفه ان اختي ابنها تعبان. ايه الحل دلوقتي؟ النبي يا حماده رجلي وجعاني، ده انا كنت لسه هقول لك اكشف من قبل ما تقول لي امي ولا مش امي. رجليك وجعاكي؟ طب معلش يا نوره، معلش ما جاتش من كنيسه الشقه. خدي بس انزلي يابا الله يبارك لك، انزلي كده بوسي ايديها وخدي مكانها المجش يا ست كنيسه مكانها الشقه النهارده بس لحد ما نشوف مالها. لا ما هو اللي انت ما تعرفوش ان مش رجليا بس، ده بطني برضو يا حماده مش قادره. لا بطنك كمان في ايه يا بنت؟ انت محسوده مش عارفه في ايه يا حماده. طب يعني الله يسترك يا شيخه، معلش انزلي لها بس بوسي ايديها كده وامسكي مكانها المجشه كنص الشقه النهارده بس. ابص ايه يا حماده؟ ده انا بقول لك انا داخله من الصداع. لا مش قادره يا حماده، انا عايزه اكشف. لا ما هو واضح لا اسندني، مش قادره اقف. طب وبعدين يعني مش هينفع تنزلي تعملي مكانها اي حاجه؟ لا يا حماده والله ما قادره، انا عايزه اكشف مش قادره. حقك يا بنت الناس، حقك برضه، ما انت بنت برضه تعبانه، هتعملي ايه يعني؟ اعمل ايه والله ما قادره اقف حتى. انت شايفه كده يعني؟ يا حماده مش قادره. طيب ماشي يا نور. ايه ده انت زعلت ولا ايه؟ ازعل ليه يا بنت؟ وانا هزعل من ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طالما انت تعبانه هقول ايه يعني؟ يا حماده يعني هو انا هحوش نفسي يا حماده؟ والنبي يا حماده ما قادره، ده رجليا بتوجعني وبطني يا حماده مغص هيفرتك بطني، ده غير الصداع ودايخه يا حماده مش قادره اقف حتى. الله يبارك لك يا بنت الناس، ربنا يشفيك ويقومك بالسلامه يا رب. هي امي بقى ربنا معاها بقى، ربنا يعينها كده وتخلص. ربنا يعينها وتقويها. طيب طالما انت تعبانه والله العظيم انا ما كنتش عايز انكد عليكي، بس لازم تعرفي برضه. في ايه يا حماده خير؟ انا كنت النهارده كلمت اخوكي وانا في الشغل. وعامل ايه؟ فلقيت صوته متغير. ماله يا حماده؟ يا ابني ما اعرفش، هو عايز يكلفتني، عايز ياخدني كده في دوكه، ما فيش حاجه والدنيا وبتاع، بس يا اخوك مش طبيعي تعبان. ما سبتوش، هو انا هسيبه؟ مش هحله. فضلت وراه. في ايه؟ واحنا اخوات يا ابني، ده انا اخوك، هو انا جوز اختك بس؟ فضلت وراه لحد ما قال لي ان هو تعبان وكاشف وعامل اشعه وتحاليل والدنيا خربانه خالص. تعبان وكاشف؟ لا ده انا مش هستنى ثانيه، اروح اشوف اخويا. لا ثانيه ايه بقى؟ ثانيه ايه؟ ما الله يعينك برضه، ما انا هكلمه هقول له اختك كانت عايزه تجي لك بس رجلها وجعاها. لا يا حماده ما تكلموش، قول له اختك جايه لك. لا رجليها طابه. اسمعيني بس، بلاش تروحي، بلاش، هو هيقدر عشان الصداع برضه. والنبي يا حماده اسكت يا حماده ما اشوف اخويا. يا بنت استني، ما انت عندك مغص. الله يعينك. مغص؟ لا ما انا مش قلت لك بطني طابه تروح اشوف اخويا. يا بنت اسمعيني، طب تقع في الشارع؟ ده انت عندك دوخه وعندك زغلله وواضح ان انت ده انت جسمك ولع، عندك سخونيه موت. لا ما تروحيش خلاص يا نور. لا ما بص السخونيه راحت خالص اهو، والدوخه راحت الحمد لله. هروح اشوف اخويا يا اخويا. دلوقتي الدوخه راحت، دلوقتي السخونيه راحت. عند اخوك عايزه تجري، لكن عند امي شغلانه هتعمليها مكانها 5 دقايق. ده رجلي، ده ركبتي، ده ظهري، انا جالي الغضروف، عندي سخونيه، عينيا مش شايفه بيه. ما انت كنت بتقع عند الباب. هتقدري تركبي 3 مواصلات وتروحي لاخوكي؟ دبت فيك الصحه لما قلت لك ان اخوكي تعبان وعايزه تجري. انت عايزه تروحي لاخوكي عشان ما اظلمكيش، ناخد راي الناس اللي زي العسل دول. انت شفت الموقف، ايه رايكم؟ مراتي دخلت عليها امي تعبانه ومطحونه مش قادره تقف، ست كبيره عدت ال70 سنه واقفه تكنس وساندة على الحيطه بتدوخ بتموت. بقول لمراتي، قالت لي والله رجلي وراسي والصداع والغضروف والسخونيه شيلتني امراض الدنيا والاخره. بس اول ما قلت لها ان اخوكي تعبان سبحان الله دبت فيها الروح، هي دبت فيها الصحه، رجلها طابت والسخونيه مشيت والغضروف راح بقدره قادر. انتوا شايفين ايه؟ اخليها تروح ولا ادبا لها ما تروحش؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.